المؤتمر الدولي السلوك الحضاري، وعي، فعل، تعايش. بوهران وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية ينظم المجلس الإسلامي الأعلى بالتعاون مع ولاية وهران المؤتمر الدولي الموسوم بالسلوك الحضري، وعي فعل وتعايش بالجامع القطب عبد الحميد بن باديس. المؤتمر يشارك فيه علماء ومفكرون من مختلف دول العالم، ويتناول مفاهيم ومقاربات فكرية ونماذج تطبيقية للسلوك الحضري. ولمزيد من التفاصيل حول المؤتمر يحضر معنا مباشرة من وهران ماسين حامية. ماسين، ضعنا في صورة هذا الحدث الفكري وتفاصيله. نعم، أنا متواجد الآن بمحطة القطار بوهران الذي يستقبل بعد قليل الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي الموسوم السلوك الحضري، وعي، فعل وتعايش. الملتقى سينطلق اليوم في حدود الساعة 4 مساء، جاء تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية ومن تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى بالتعاون مع ولاية وهران بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس. المؤتمر هذا سيتطرق لستة محاور رئيسية، منها السلوك الحضاري، المفاهيم والرؤى، السلوك الحضاري والقيم الإسلامية، السلوك الحضاري والمقاربات الفكرية، والسلوك الحضاري نماذج وتطبيقات طرق ووسائل تفعيل السلوك الحضاري، والسلوك الحضاري الخصوصية والكونية. الوفود المشاركة التي ستصل بعد قليل انطلقت من العاصمة في حدود الساعة 9، والوجهة هنا محطة القطار وهران، وذلك لتنشيط جلسات الافتتاح في حدود الساعة 4 مع الشيخ الدكتور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم علام، الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من البحرين، وعديد القامات من ألمانيا، الصومال، إندونيسيا، روسيا، باريس، رومانيا، كرواتيا، النيجر، موريتانيا ودول أخرى. وسنوافيكم بتفاصيل أكثر في نشرتنا القادمة. وكذلك ماسين حامية من وهران بالضبط من محطة القطار. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. المؤتمر الدولي السلوك الحضاري، وعي، فعل، تعايش.